هلو، يا رب تكونوا في احسن حال. ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي 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 قوي، وحشتوني جدا. اكيد وحشتكم العدسات، فانا قلت اصحى بقى كده. وعلى فكره انا صاحيه الساعه 6 الصبح. يا جماعه بجد بقى انجاز بالنسبه لي ان انا اصحى 6 الصبح وخدت شاور سخن كده. شربنا القهوه وفطرنا وظبطنا. بس فانا بجد تحفه يا جدعان الصبح. بجد يعني اي حد يصحى الصبح تحفة. هدوء، الناس نايمة، وبالذات النهاردة السبت فمفيش مدارس. النهاردة السبت فمفيش مدارس، فأنا في مدرسة أصلا جنبي. فاللي هو بتبقى عاملة وش وبقى الطابور والإذاعة والحاجات دي. فدلوقتي الدنيا هادية والناس نايمة. فبجد صحيت 6 دلوقتي، الساعة قدامي بالظبط 8:30. فأنا قلت أصور دلوقتي، يا رب تكون الإضاءة بس كده كويسة، لأن أنا كنت بصور في وقت الشمس، وقلتولي ان الشمس بتضرب في وشي فالاضاءة مش اظبط حاجة. وكنت بصور في وقت الساعة 11 12، وقت ما تكون الشمس كده يعني مشت كده شوية عن البيت. فمش عارفة دلوقتي الإضاءة حلوة ولا لأ. ومش عايزة أعلي صوتي لأن حرفيا الناس كلها نايمة. بجد أي حد، بجد أنا بشجعكم، بشجع أي بنوتة عايزة تنجز وتعمل كل حاجتها. اصحوا الصبح بدري. تحفة يا جدعان تحفة. واعملوا بقى كوباية القهوة واشربوها بقى. بيبقى روعة بجد بجد، بيبقى روعة. المهم، بما ان الفيديو اللي فات عجبكم، مبسوطة جدا بكل الكومنت بتاعكم، مبسوطة بكل الناس اللي دخلت نورتني في القناة الجديدة. بجد انتوا بنات خالتي، بجد انتوا صحابي واخواتي وحبايبي وكل حاجة. فخلينا بقى ايه، نتكلم في الجزء التاني عن المقاطعة. وعلى فكرة الفيديو اللي فات في ناس كتير قوي قالت ان في منتجات مقاطعة، من ضمنهم ايفون، من ضمنهم. بس ايفون يا جدعان الصناعه بتاعتها كوري وبولندي. فانا مش عارفه بقى ايفون بقى فعلا بجد هي مقاطعه ولا لا، فانا مش عارفه دي لسه. مرطب ستيفز مقاطعه. في ناس كتير قوي دخلت قالت ان هو مقاطعه، واتضايقت جدا. فاكيد مش هرمي العلبه، فاحنا نخلص الكريم مش هنجيبه تاني. بس فانا مش عارفه بقى بجد ساعتها هعمل ايه. يعني الفيديو بقى ده الجزء التاني لكمالة السلسله الاولى. ولو حابين نكمل في السلسله دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان انا في ميك اب وفي حاجات كتير قوي بدايق. على فكره في الميك اب برضه حاجات مقاطعه، متنسوش ده. فخلينا نبتدي الفيديو من غير رغي كتير. متنسوش تعملوا لايك، تشجيع كبير، تطبيل، تمام. وتعملوا ايه تاني، وشير، والكومنت بتاعكم الحلو. وتشاري الفيديو على قد ما تقدروا لاصحابك، وخليهم يعملوا سبسكرايب علشان القناه تكبر. يا جماعه بجد انا لو واحده بس بتدخل تعمل سبسكرايب دي انا بجد بفرح، بفرح. يعني في واحده زادت في العيله. الله بجد. وعايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم على حاجه بجد قبل ما ابتدي الفيديو. يا جماعه انا امبارح او اول امبارح عملت حاجه في الاوضه هنا، في الحته اللي انا بقعد فيها دي. هي حاجه عاديه تمام، بس يعني انا كان نفسي اعملها. فاهمين؟ هي حاجه عاديه وكلها حاجات اصلا من البيت يعني، تمام. ما اشتريتش حاجه من بره. ف استعدوا، ممكن اوريها لكم الفيديو الجاي، لان انتوا طالبين فيديو ميك اب. هنعمل في حاجه هنا اوريها لكم بجد حلوه. وهحكي لكم كده حوارات حصلت معايا، واوريكم الابداعات بتاع اختكم سنة. ببدع بجد. ففي حاجات هنا عملتها جديد، فهبوريها لكم الفيديو الجاي. متحمسين؟ لو متحمسين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هنبدا بالشعر وبشره وجسم برضو نفس الترتيب. هنبدا اول حاجه بالمجموعه ديفول بتاعه الاطفال. انا مش هتكلم عن المجموعه دي كتير، لان انتوا اصلا معظمكم عارفها، واللي عنده اولاد عارف ان هو بيستخدم المجموعه دي. فهتكلم عليها باختصار. ديفول مصريه، مش مقاطعه على فكره، مش مقاطعه ديفول. ده البلسم بتاعهم. عايزه اقول لكم ان البلسم بقى بتاعهم تحفه. بجد تحفه، بيسلك الشعر بطريقه مش طبيعيه، بيرطب الشعر حلو جدا. فدي بالنسبه لي حاجه كويسه، لان انا زي ما انتم شايفين شعري بصوا بيبقى عامل ازاي. فانا لازم اديله ترطيب الكافي عشان يفضل قاعد معايا لمده اطول وما يهش. فدي اول حاجه بالنسبه لي ديفول. وكنت جايبه الازازه دي كانت حوالي، ده ال 500 مللي كانت ب 100 وشويه. ال 500 مللي 100 وشويه، والحجم الصغير كان بيبقى حوالي 100 او 95. فدي بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. فبصوا ديفول بجد من احسن انواع البلسم اللي انا جربته. اللي بعد كده الشامبو بتاعهم. عايزه اقول لكم بقى ان الشامبو بتاعهم اصلا اللاين كله بتاع ديفول خالي من السلفيت والبارابين والسيليكون. وعلى فكره بينضف حلو جدا وبيرغي حلو قوي. وكمان الحجم ده حلو قوي وقعد معايا كتير جدا. حجمه 300 مللي او 250 مللي، مش عارفه بصراحه بيبقوا كاتبين الحجم فين،
بس ده الحجم الصغير، يعني اعتقد 250 مللي لان الحجم الكبير 500. بينضف حلو قوي. عندهم نوعين، بزبدة الشيا وبالارجان تقريبا. اللي معايا ده ارجان تقريبا، ده لا ده زبده شيا، معلش ده زبده شيا. فانتوا لو مجربين شامبو او بلسم ديفول بكتبوا لي برده رايكم والتجربه، يبقى تسهروا كده معايا. يعني مش شرط انا اقول رايي، لا كله يقول رايه عادي يا جدعان، يعني مش شرط برده الحاجه تكون مشت معاكي، قولي رايك وعادي جدا. بعد كده بقى وحصل كده زي دروب كده معايا، اللي هو السيرم ده. سيرم ديفول كان ماشي حلو قوي معايا من ساعه ما بدات الدنيا تبقى ساقعه. السيرم ده مش ماشي مع شعري. اولا ملمسه، بصوا انا هعمل لكم كده على ايدي، هو ملمسه حلو قوي. بصوا ده القوام، بصوا هو لا خفيف ولا تقيل، بس اول ما بحطه كده على شعري بحس الملمس كده غريب، يعني بحس ان هو لا مش منعم كده شعري او مهدي الدنيا، لا. استنوا همسحها واجيلكم. فانا ديفول مش عارفه يعني هعمل فيه ايه، بس اكيد اكيد مش هرميه برضو، بس ممكن اديه اختي يا اما ماما، يا اما هستنى للصيف لان هو كان ماشي تمام معايا في الصيف. لكن اول ما الدنيا بدات تسقع ده ما بقاش ألذ حاجه معايا. بعد كده الليف ان بتاع ديفول، جدعان ده احلى ليف ان في الحياه. بيرطب، بيحدد الكيرلي، شعر الكيرلي او مش كيرلي، ستريت ويفي عادي. بنستخدم مرطب عادي اللي هو الكريم، كأنه كريم عادي بنرطب بيه شعرنا. بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها، ديفايند جدا، تحفه بجد تحفه، بيدي ديفايند قوي للشعر وبيهديه، وبيفضل قاعد لمده 5 ايام. فدي حاجه كويسه جدا ان شعرك يفضل قاعد 5 ايام. الكيرلي فيه متحدده، بس هتلاقي ممكن على اليوم الرابع او الخامس كده في نسبه هيشان بسيطه، يعني زي ما انتم شايفين كده، بصوا في هيشان اهو، شايفين ده كده اليوم حوالي تقريبا الرابع او الخامس، فطبيعي لازم يكون في كده هيشان. بس يعني مثلا شايفين الكيرلي يعني تحس ان هي زي ما هي، بس في ايه حبه هاشم. بعد كده هندخل على اللاين بتاع بوبانا بكل تفاصيله بقى. بوبانا طلعت من فتره اللاين بتاعهم ده اللي هو بجوز الهند، وكان في منهم كذا نوع تاني. بصوا بقى انا ساعتها جبت الشامبو والبلسم والليف ان. طب خلينا بقى نمسك حاجه حاجه ونتكلم عن بوبانا شويه، لان بوبانا كده عامله معايا حوارات مش ألذ حاجه. آه بصوا بقى نبدأ كده بالشامبو بتاعهم. بصوا ده الحجم بتاعه، حجمه حلو 400 مللي، وكان سعر الإزازة حوالي ب95 أو 100 جنيه. حلو، سعره كويس وسعر اقتصادي ولذيذ ومنتج مصري. بس الشامبو بتاعهم حلو، بس أول حاجة الأبليكيتور بتاعتهم مستفزة، أول حاجة بتطلع قليل جدا وأنا بتعصبني من الحاجة تطلع قليل. لازم اخد كذا مره، ما علينا. بس هو كتنظيف بينظف فروه الراس حلو قوي ومش بينشفها، فبالنسبه لي كان كويس. المشكله بقى مع البلسم، فنركن بقى الشامبو وندخل على البلسم. البلسم يا جدعان عايزه اقول لكم هو عباره عن ميه، حرفيا هي ميه. انا بقيت دلوقتي اصلا استخدمه اللي هو بعمل بيه شيفنج، يعني احطه كده على جسمي واعمل بيه شيفنج، لكن ما استخدموش على شعري لان هو خفيف 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 جدا، ميه حرفيا. مش بيرطب الشعر، كانك ما حطيتيش حاجه حرفيا. فانا ندمت ان انا جبته، اكيد اكيد انا مش هجيبه تاني، وكان سعره برده 100 جنيه نفس سعر الشامبو. فانا بالنسبه لي ده مش ألذ حاجه. مكوناته كلها بقى زبده شيا، زيت زيتون، الحاجات اللي بترطب الشعر. بس كقوام يا جدعان خفيف جدا جدا، فانا بالنسبه لي مستحيل اجيبه تاني. اللي بعد كده الليف ان بتاع بوبانو، كان سعره بحوالي 85 ل 95 جنيه. من احلى الحاجات اللي انا جبتها، السايز بتاعه 200 مللي، حجم صغير بس بجد كان يستاهل، كان بيرطب الشعر وبيدي ديفايند حلو قوي للكيرل. فبالنسبه لي كانت حاجه حلوه قوي. الشمس عماله تروح وتيجي، فهتلاقوا الاضاءه عماله ايه تفتح وتغمق، فما تتضايقوش يعني من الحوار ده. فالمهم ان الليف ان بتاع بوبانا ارشحه لاي حد عايز يجيبه، لان هو بجد خطير، وسمعت عليه كذا حد ان هو بيقول عليه ان هو تحفه. فانا ده بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وخلي بالكم لان هو في اصلا منه المضروب، خلي بالكم من النقطه دي. المضروب بحوالي ب60 او 65 ل 70 جنيه بالكتير، تمام. والحته اللي فوق دي سودا مش فضي، الفضي دي اللي هي الاصليه. بعد كده بقى الليف ان بتاع بلانكي، الفتره الاخيره لما انا جبته وجربته بجد من احلى الانواع الليف ان انا جربتها. اديله 10 من 10 لان هو بجد تحفه. ده اصلا ده شكل الباكج بتاعته اهي كده. بصوا قوامه كريمي، حجمه كويس جدا، السايز بتاعه كمان حلو قوي، اللي انت ممكن برضو تسافري بيه تاخديه معاكي في اي حته. فده حجمه كويس، القوام بتاعه كريمي، خالي من السلفيت والبارابين والسيليكون، اصلا مخصص للاطفال. بلانكي براند بتاعت اطفال، تمام، مش بتاعت كبار اصلا. بس انا بحب قوي استخدم حاجه الاطفال واحب اجربها.
فانا بالنسبه لي بلانكي ده كان تحفه تحفه تحفه، وحاليا ده اللي انا اصلا كنت عامله بيه شعري. بس شعري دلوقتي ده 5 يوم، مش زي اول يوم. بعد كده بقى الشامبو والبلسم بتاع رو افريكان. طبعا في عصفوره اصلا، بصوا عماله تروح وتيجي تروح وتيجي، فخايفه اصلا تدخل، لان انا عندي معايا موقف كده مع العصفوره كده يعني من ساعتها وانا مش قادره انساه. هبقى احكيه لكم، فكروني ابقى احكي لكم الفيديو اللي جاي. قولوا لي الصحيان بدري ده بجد مش حلو، بجد هو مش حلو عشان مش عارفه اتكلم. يبقى قولوا لي كده، احكي لنا يا ساندي موقف العصفوره في ثانويه عامه، تمام؟ فكروا. المهم ان الشامبو ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها. ده الشامبو اهو، ده كده شكله بالارجان. وده البلسم. طبعا برضو البلسم بتاعه مستفز لان الابليكيتور دي بتطلع قليل جدا فوق ما تتخيل، بس انا كده كده اصلا يعني انا قربت اخلصه. لكن الشامبو فيه، عايزه اقول لكم بقى الحجم اللي معايا 300 مللي. بصوا حلو قوي قوي قوي. برضو السايز بقول لكم بتاعه حلو جدا، لان انت ممكن تاخديه معاكي وانت مسافره. عايزه اقول لكم بقى في زبده شيا، زيت زيتون، زيت ارجان، زيت جوجوبا، وبنسينول، وجليسرين، وفيتامين هي. المهم دول بالنسبه لي زي ما بقول لكم كده هم حلوين جدا جدا جدا. بعد كده بقى الليف ان او الحمام الكريم بتاع بليس. ده البرطمان اللي ينفع، اللي هو ينفع كحمام كريم نحطه ونغسله، وكممكن اللي هو كريم عادي نرطب بيه شعري. بس انا حاليا بقيت استخدمه ك اللي هو بحطه واغسله، اللي هو حمام كريم. بصوا هو ده كده شكله، قوامه كريمي قوي قوي قوي، بيرطب الشعر حلو جدا. في منه نوعين، زبدة شيا وزيت أرجان. فبالنسبة لي الاتنين تحفة. سعره اصلا دي كلها اخر مره كنت جايباها ب65. متخيلين انا كل شويه عماله اظبط الاضاءه في الموبايل لان الشمس بصوا داخله فهتعمل فرقعه في وشي. يعني خلاص هو اصلا مش هينفع احرك حتى الستاره لان خلاص انا هبقى مش متشافه تقريبا. فهي دي بقى المشكلة، يعني يا نصور في الدنيا هادية وتبقى قدام فرقعة، يا نصور الساعة 11 وقت الدروس والناس طالعة وداخلة الدروس. فدي برضه مش عارفة اظبطها، بس يعني نحاول نظبط هنا. بص يعني حاليا دلوقتي هقلل من الإضاءة تاني عشان بص هي خلاص، هي الشمس خلاص داخلة أوضتي. بعد كده بقى الجل بتاع الليفن ده اللي أنا كنت جايباه، الهولد بتاعه 5. الهولد بتاعه فيه منه 2 3 4 5. ده أعلى هولد فيهم. قوامه تقيل 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 تقيل. انا باخد منه حته صغيره هي بجد على شعري، عشان كده تلاحظوا ان هو ما بيخلص. الحجم ده حلو قوي، وكان سعره ب65 جنيه. كنت جايباه من سمير وويليام. نيجي لده الليف ان بتاع باي سوفت كيرلي كريم. بصوا يا جدعان، كتير قوي منكم قال لي ده حلو ومش حلو. جدعان انا هديله فرصه تانية بجد، يعني انا هسمع كلامكم هديله فرصه تانية وهجربه في الشتاء لما تدخل. يمكن في منتجات يا جدعان بتنفع في الصيف وما تنفعش في الشتاء، وفي حاجات بتنفع في الشتاء وما تنفعش في الصيف. فانا هجربه في الشتاء وهبقول لكم رايي فيه. بس كحجم وكسعر 10/10. حجمه كبير. سعره كان ب65 جنيه. اكتر حاجه انتوا كنتوا مستنيينها عليها ريفيو، وهي المستر ووتر بتاع استوربت. تحفه 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 بجد. يعني انا بص نقصت حبه. بصوا في ثانيه بتشيل الماسكارا، بتشيل كل الميك اب، الوتر بروف، الميك اب العادي، كل حاجه. مش بتحرق العين، ما فيهاش اي روايح. بصوا خطيره، اديها بجد 10/10. لان السايز بتاع 200 مللي. وغير كده كان سعرها بحوالي 85 جنيه. او او لا، كان ب90 مع ان جارنيه الصغيره اللي هي ال 50 مللي وصلت حوالي 90. في فرق تمام. فانا قلت اجيب دي واجربها، بجد عجبتني جدا بجد بجد. ارشحها لاي حد عينه حساسه زي حالاتي. فسيبوني برضو فتره كده اجربها لمده اطول، وبرضو هطلع اقول لكم ريفيو كامل مفصل عنها. الغسول بتاع حبيب قلبي المنقذ، اللي هو وقت البيرود بتطلع لك حبايه بنجري على الغسول ده. هو ده بقى فايده الغسول بتاع ستارفل اللي هو الاخضر. ده بينشف الحبايه، ولو عندك حبوب تحت الجلد بيطلعها وبيعالجها. فده بجد من احلى الحاجات اللي صنعت في مصر. دعم منتجات بلدك يا جدعان. نيجي لاكتر حاجتين ما بقدرش استغنى عنهم، السكراب بتاع نيتروجينا. انا ما اعرفش برده مقاطعه ولا لا، فيا ريت تكتبوا لي بس مكتوب صنع في فرنسا. جماعه قولوا لي بقى ده مقاطعه ولا مش مقاطعه، لان انا مش عارفه. بس انتوا عارفين طبعا ان هو احلى سكراب. انا بجربه، مش انا بجربه جماعه، انا مش بفكر ان انا ما اصحاش تاني الصبح بدري. يعني حاسه انا مش مجمع الكلام. بقول لكم ان ده احلى سكراب جربته في حياتي. يعني هو بيحلو قوي، بيعمل تقشير خفيف كده، وبجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. كان سعره ب95 جنيه. الجل ده بقى اللي انا عايزه اجيب منه اللي هو بتاع الشان. بصوا خلينا في الجنب ده كده علشان ايه
الدنيا تبان. بصوا ده الجل بتاع شان، بستخدمه لما باجي اعمل شيفنج لوشي، بجد من احلى الانواع اللي انا جربتها. وشان مش مقاطعه تقريبا بقى، عشان يعني دي كده هعيط بجد. مش عارفه مكتوب فين ميد ان ايه، بس لحد دلوقتي انا مش شايفه. خلاص يبقى نشوف الحوار ده بعدين. بالنسبه لي الشان بجد من احلى الحاجات اللي بتنقذني حرفيا. كمان الجل بتاعه حلو قوي وبيرطب البشره ومناسب لكل انواع البشره. اللي بعد كده ومش متاكده منه ان هو مقاطعه ولا لا، بس بجد لو مقاطعه انا جسمي هينهار في الشتاء، بجد هيبقى يجيله كده صحرا، هيبقى صحرا حرفيا. جونسون. سمعت كتير قوي ان هو مقاطعه، بس هل دي حقيقه ولا لا؟ جونسون يا جدعان بصوا فاضل فيه حبه، انا اصلا كنت ناويه ان انا اشتري واحد، بس بعد الاحداث اللي حصلت انا قلت مش هشتري غير لما اتاكد. لو مقاطعة حرفيا ده اكتر حاجة بترطب جسمي في الشتاء. انا يعني جسمي في الشتاء بيبقى ناشف جدا حرفيا، هو بيبقى صحراء، فانا مش عارفة اعمل ايه. فالمهم لو مقاطعة بجد اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهزعل بجد، هزعل لو هو بجد مقاطعة. يعني في حاجات كده معينة يا جدعان اساسية بالنسبة لي، سواء شتاء او صيف، في حاجات كده بتبقى اساسية ما اقدرش استغنى عنها. فدول الحبة دول هنخلصهم وامري لله. البودي لوشن بتاع شان، احلى بودي لوشن. بصوا خالي من اي روايح، قوامه حلو جدا. بصوا اوريكم القوام بتاعه، استنوا نفتحها كده. مش عارفه برضو اهو. بصوا القوام بتاعه، استنى. بصوا خفيف، بصوا البشرة في ثانية اتشربته. بجد من أحلى الحاجات اللي هي بترطب الإيد والرجل، كل حاجة. وكمان عايزة أقول لكم إن هو بيقلل من جلد الوزة. ف ومن غير ريحة كمان، لو انت بتحبي المرطبات اللي من غير ريحة، او من بعد الشيفنج بتعمل لك التهابات او بتطلع لك فسافيس حمراء كده، استخدمي المرطب بتاع شان بودي ميلك. كنت جايباه 150 جنيه، حجمه 300 مللي، فدي حاجة كويسة. بعد كده بقى اخر حاجة، وهما اللي بودي سبلاش بتاع ايفا، اللي هي جولد سبيل كوزي دريم. دول البديل بتاع باسند بودي وصلت الازازة زي كده ب1000 جنيه. فاحنا اصلا هي كده اصلا مقاطعه، فايفا البديل بتاعها. ودول شبه حاجات في بس اند بادي، بس مش عارفه هم ايه بصراحه، لان انا عمري ما جربت حاجه من بس اند بادي. فانا بالنسبه لي دول حلوين، وعايزه اقول لكم اصلا يعني يا جدعان انا مخلصاهم. يعني بصوا، عايزه اجيب لكم بقى اللي هي لونها بينك وموف، دول عايزه بجيبه لكم برضه عشان بيقولوا عليهم ان هم ريحتهم حلوه، فانا عايزه اجيب واجرب. فدول بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده، واقترحوا عليا فيديوهات انتوا عايزينها، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.